هاي سيدي السلام عليكم. الموضوع اللي حاب نحكي لكم اليوم هو بطاقة تعريف، كيفاش بطاقة تعريف تونسية هي أكبر حشوة في تاريخ تونس. الساعة أنا بطبيعتي من الساعة اللي معناها فهمتني. تنجم تصلح الاغلاط اللي تصورت في مخك كل مثلا تنجم تشد على زوطة 7 سنين تخرج فهمتي وتعمل سداد حقوق ودرا شنو فهمتي ويرجع لك الدوسي نظيف تنجم تعمل اي جريمه مثلا تعاقب عليها فهمتي تمشي تخلص المحكومين نتاعك وتخرج. اما فهمتي كونك تعرس في تونس هذيك اكبر غلطه خاطر انت تنجم تصلح الاغلاط الكل الا انك تعرس سيد قدت لك فهمتي كيفاش ولا. وزاد علاش هي بطاقه التعريف نتاعنا هي انا نعتبرها حشوه باش نقول لكم انا علاش فيها كل شيء. هو ديجا البوليس ما نجم يذلك الا ما يقول لك شنو علاش يقول لك هو ترى بطاقه تعريف. افهم الموضوع انتم. ديجا بطاقه تعريف يلقى فيها شنو المهنه نتاعك مثلا يلقاك خدام حزام عامل يومي يلقاك تاجر يلقاك معلم يلقاك استاذ يلقاك قاضي فهمني. كان يلقاك قاضي يقول لك واصل ولا محامي ولا نسيت تفهم القانون وكذا فهمني. كان يلقاك خدام حزام ايش تعمل هنا سيرتو عاد يقراها قصرين ولا قفصه ولا كيف هذا يقراها سريانه قعفور ولا شو معناها هيك فهمت حشوه فهمت كيف. والا مثلا وظيفه اخرى معناها يكتب لك كل شيء يكتب لك وين تخدم وين تسكن شنو تعمل شنو تخدم مدري شنو واسمع وبعد في الاخر بكون يكتب لك مطلق. عرفت شنو مطلق معناها مطبوعه كي هوب معناها ريت البطاقه التعريف نتاعنا في تونس هي ديجا تدخل صارخ في الخصوصيه والحياه تاع البشر. نورمالمون بطاقه التعريف هذيك تصلح كريمون فهمتني تولي ما عادش تعطي برشا ديزانفورماسيون كونسيرنون الانسان هذاك باش يولي فما مساواه في البيت باش البوليس المره الجايه وقت اللي يوقف بشر يقول له اعطيني بطاقه تعريف ما يبقاش يفرق اسكو هو محامي ولا استاذ ولا شنو مستواه بالضبط فهمني ولا كذا. اسمع صحيح بار اكزومبل انا عامل كوميرس لكن بقيت في البطاقه التعريف نتاعي طالب خليت دي لمها طالب طالب معناه نمد في يدي فهمت. هو ديجا ذاك علاش شوف انت واحد وكيفاش بعد البوليس كي وقفني خاطرنا في البطاقه التعريف تاعي مكتوب عليها طالب نطلب معناها فهمت. اوتوماتيكمون فهمت تبلع على العباد ما ساعات صدق ساعات خط قبيح فهمت كيفاش ولا. وهذه راهي رساله ديجا حبيت نربط موضوع حكايه هذه نتاع الجزر الامنيين هذه نتاع قانون الجزر تذكرهم فهمت. هذا فهمتني هذا سيدي حافظ قايد السبسي يحب ولا راجل فهمتني يحب يعمل دكتاتوريه في البيت يحب يولي هو دكتاتور. بان عليه على الاقل عدى جيش وكان عسكري وكان فهمتني كذا والله يصلح دكتاتور خاطر يقد روح حتى اصلا كي يحكي يقول رئيس مركز مش هو رئيس مركز والبلاد كامله معناها البلاصه نتاع المركز نتاعو فهمتني. هذاك فهمتني. وكان شاد البلاد معناها كبوليس فهمتني في رئيس مركز وشاد فهمتي يسوق في المواطنين في المنطقه هذيك. انت باش تولي دكتاتور انت بحضن بايك ما خرجتش منه انت كان مش بكره مكلوك فهمتني. راجل انت باش تولي باش تولي دكتاتور وعامل جزر الاعتداء. شو معناها جزر الاعتداء امنيين معناها بوليس يسب لك امك تسكت له يا اخي تعرفش كيفاه اعملوا القانون ما يسالش. اما انا مطالب زاد حتى انتم تطالبوا حتى انا طالب زاد. انا طالب ساعه اسم كل بوليس ولقبه واسمه واسم امه وبطاقه التعريف نتاعو زعما فهمت ما نقول هذه بطاقه حتى نحب بطاقه نحب نعرفه يزح ويحط نمروه. كيفاش البوليس في تونس ينحوا في النمر نتاعه يا وزير الداخليه يا اخي شنو ذي بوليس يعتدي علي ويضربني ويسمعني الكلام وكذا والنمر تاع البادج نتاعو مش مقيد. يا اخي تحبوا انتم دوله القانون والمؤسسات وكذا وجزر الامنيين وجزر الصراع على روسكم يا اخوي طبق القانون يا اخوي. اسمع انا مواطن انت وزير الداخليه متعودني هذا انت والحافظ قايد سبسي اللي قاعد يمشي فيك ويجيب فهمني. هذا الصغير هذا ولد بايو فهمت. على الاقل اعملوا قانون الفالابل منه يا اخوي. انا نحب كمواطن تقدوها لي فهمتي بس فنير اذا تحبوا تقدوها للشعب فهمتي نتاع الجزر هذا وشنو فهمني. ونحب انا زاد نقدها للبوليس يلزم انا نقدها للبوليس وكيفاش نقدها له انا لازم نعرف هويته خاطر نقول له ما اسمع في الوقت الفلاني في شارع بورقيبه في المظاهره بتاع مانيش مسامح ولا مانيش مزمر وراه البوليس اعتدي علي يقول لي انت 5000 بوليس نقول له مواصفه مثلا ما نعرفش انا فتني اسمر وعينيه خوصه وعنده احول هي يقول لي البوليس كلهم احول يقول لي يا اخوي البوليس هذاك فماش ريحته يا اش نعمل هنا تو انا كنت طلع والديه يعني كي نقول لهم نمرو 5515 يولوا مثلا 5516 هذا فلان الفلاني بطاقه تعريف كذا مطلق ويطلع ماهوش احول يطلع مش احول في الناس اللي فهمت هذاش طالب خويا اسمع اعمل قانون بالكدا هو في كل حالات هكا ولا جزر الامنيه ذي مستعده هو فهمتي وحافظ قايد سبسي انت حافظ قايد سبسي ماكش راجل تك تولي راجل تخرج محضن بايك تنقبل بيك انا دكتاتور اما انت لا انت ولا وزاره الداخليه. اسمع تعرف فرق بين القانون وبين القانون تاعي انا باش نقول لك عليه شنو. احنا نصنعوا قانون الناس الاحرار يعملوا قانون رواحهم ويعيشوا به واحنا ناس نؤمن بالحريه دونك انا قانون فيه عنصريه ما يلزمنيش ونتعرفش نعمل له قانون فيه عنصريه وفيه بس بالحريه الفرديه وغيره ونخالف والديه خاطر عندنا مش قانون وما معناه ما يلزمنيش من الاخر فهمت كيفاش ولا. دونك انتم القوانين هذه قوانين نتاعكم والبلاد على رواحكم وانا مانيش تبعكم وفهمتني من الاخر بكل الناس اللي كيفي انا ما عندهم ما تعملوا فهمتني. كان امراه في امريكا قلت لي قانون عنصريه قال لها اختي من الكار قلت لهم لا بلاد كامله خاض
هذاك هو شنو باش نعمل فهمتني. وإلي ما هو يهودي يحب يترشح الرئاسه معاه، وكل اللي سوسيال ضربتوه انا معاه زاد فهمتني.